الحلقه ديال اليوم كان سجلوا ترتكبت واحد السرقه في واحد مدرسه. كتعرفوا مدرسه مكان ديال العلم، يعني واحد المكان عنده واحد الخاصيه، مكان اللي خصنا نحترموه، مكان خصنا نقدروه، مكان خصنا ننظفوه، يعني بلاصه العلم. والعلم شي حاجه اللي كبيره بزاف. وباش يجي واحد ويتجرأ ويدخل وسط المدرسه ويهز اللوازم ديال المدرسه، فهذا حاشا باش يكون انسان، حاشا باش يكون انسان. هذا منظوري الشخصي. رجعوا للقصه ديالنا. كانوا تعلموا مركز ديال الدرك الملكي ديال واحد البلاصه بان واحد المدرسه راه تعرضت للسرقه. علمهم المدير ديال ديك المؤسسه. انتقلت واحد الدوريه ديال الدرك الملكي لعين المكان. ملي وصلوا كيلقاو بالفعل بان راه اللوازم والحوايج الماتيريال اللي كاين في ديك المدرسه تسرق. اشنو تسرق؟ تسرقوا لي كمبيوتر، لي زورديناتور، تسرقوا مجموعه ديال لي زورديناتور تما، تسرقوا الاختام، طابع باش كيكاشي المدير ديال المدرسه، مثلا مدير ديال المدرسه ولا مجموعه مدارس مثلا ديال شي بلاصه السميه ديالها، تسرقوا دوك الاختام. ومن غير هذا الشيء تسرق واحد الصندوق اللي هو اش فيه واحد المبلغ مالي ديال المطعم ديال التلاميذ. حقاش كتعرفوا في المناطق في البوادي كيكونوا في القرى كتكون مدرسه هنا وكتلقى التلاميذ كل واحد منين جاي ما يمكنليش باش يرجع بين 12 و 2، لذلك كيدار المطعم في المدرسه وكياكلوا دوك الوليدات تما حتى كيدخلوا يقراو عاوتاني العشيه لبعد المسافه باش ما يقدروش يمشيو ويجيو. هذا المجرم هذا ولا هاد المجرمين داو هذيك لاكيس اللي كاينه تما، داك المبلغ تقريبا شي 1500 درهم اللي كانت تما تسرقات حتى هي، وتكرفس على داك الشيء. المهم كاع داك الشيء اللي كان تما الدفاتر كلشي تكرفس عليه. والملاحظه الاساسيه اللي لاحظوها ضباط الشرطه القضائيه اللي انتقلوا لعين المكان هو ان هذا المجرم ولا هاد المجرمين ما هرسوا حتى حاجه. هذاك البيرو فين دخلوا سرقوا هذا الشيء من وسط الاداره ما مهرش، ما كاينش اثار الكسر وما كاينش شي حاجه مهرسه ولا شي شرج مهرس ولا، يعني هاد الناس هادو دخلوا بالسوارت. وهذيك الاداره كتسد. وهنا فاش كتشوف بحال هاد الحالات اول واحد كتجه ليه الاتهامات والشكوك هما الناس اللي عندهم السوارت اللي كيدخلوا تما. لحقاش الاغلبيه ديال الاحيان المجرم راه كيهرس ولا كيدخل بشي شرج ما يهرسو وكيدخل. فاش كتستعمل السوارت يعني كتولي هنا قضيه اخرى. كما سولوا الدركيين المدير ديال المؤسسه ديال هذه المدرسه، قال له واش ما عندكش الكاميرات هنايا في الاداره؟ قال لهم كاينين الكاميرات. ومشاو لقاو بالفعل عند الدخله ديال الاداره كاينين الكاميرات. ومشاو لذاك الديفير اللي كتخزن فيه دوك الفيديوهات اللي تسجلات، ما لقاوهاش. باش تعرفوا هذا مجرم ولا مجرمين محترفين وعارفين اش كيديروا. باش ما يتعرفوش كيديو هذاك الديفير وما تيخليو لك ما تقلب. يعني دوك الكاميرات لا تساوي شيئا. البلاصه فاش تخزن هذوك الفيديوهات اللي تسجلوا مشى. يعني حتى هاد الخيط هذا ما عنده فاش يفيد الدركيين. القيمه ديال المسروق كان مجموعه ديال لي زورديناتور ما قدرش يقيمها المدير. المهم غادي تكون 7000 8000 10000 درهم ولا المهم في هاد الجوي هادو فاش غتكون قيمه ديال المسروق. اول واحد غادي يستمعوا ليه الدركيين هو المدير، ولكن قبل ما يستمعوا ليه ارتعاو باش يستعنوا بفرقه ديال التشخيص القضائي اللي كنسميهم جنود الخفاء. الدور الفعال ديالهم في الفك ديال مجموعه ديال الالغاز ديال جرائم معقده. كنحييهم مره اخرى على المجهودات الجباره ديالهم، حقاش كيجيبوا كاع المعطيات العلميه
والتقنيه كيجيبوها ضابط شرطه قضائيه وكتحط لي فوق قدامه باش يستعن بها في الابحاث ديالو. وكتكون هاد المعطيات اللي كتعطى واللي كيوفروها هاد الناس هادو كتكون معطيات اللي هي كتعاون بزاف، كتعطيك تقريبا واحد 50% حتى 60% في النجاح ديال فك ديال اللغز. انتقلت واحد الفرقه ديال التشخيص القضائي اللي كاينه على مستوى القياده الجهويه، وجاو لتما العين المكان، تسناوهم الدركيين تا وصلوا. ملي وصلوا بشروا العمليات ديالهم، العمليات التقنيه. اول حاجه غادي يديروها غادي يقلبوا على البصمات اللي كاينه تما، لحقاش بان بان هذا المجرم ولا هاد المجرمين خلاو بصمات في مسرح الجريمه. لذلك قاموا هاد الناس هادو بالرفع ديال دوك البصمات لعل وعسى تعطي شي نتيجه. الا كانوا هاد المجرمين ولا مالين هاد البصمات هادو الا كانوا دايرين لاكارت، باش الا ما كانوش دايرين لاكارت ناسيونال ما عندهم فاش يفيدوك هاد البصمات. ولا الا كانوا مدوزين واخا الا ما عندهمش لاكارت وكانوا مدوزين عقوبه واحد الادانه قضائيه ودوزوا الحبس، كتكون البصمات ديالهم. لحقاش اي واحد غيدخل الحبس كيجيو رجال ديال الشرطه كيجيو للحبس من مجرد ما كيدوز نهار ولا يومين في ديك المده السجنيه ديالو، كيجيو كيرفعوا ليه البصمات ديالو كتبقى عندهم في قاعده البيانات. هاد الناس ما خلاو حتى شي اثار من غير البصمات، وكان كل شيء استنكر هاد الفعل الجرمي. باش تجرأ وتطاول على مؤسسه تربويه يعني انت حاشا باش تكون مربي، حاشا باش تكون مربي. لحقاش بلاصه العلم هذيك، بلاصه العلم هذيك خصنا نحافظوا عليها كاملين ونحميوها كاملين. وبالمناسبه كنتمنى باش المؤسسات التربويه يداروا فيها حراس امنيين، كونوا حراس امنيين اللي يحضروا المدارس، لحقاش ولاو مجرمين اللي خارجين على القانون ومجرمين اللي ما عندهمش حدود، ما كيوقروا لا جامع لا مدرسه لا حتى حاجه. راه كان مؤخرا هنا في المنطقه واحد تكا على الجوامع ديال المنطقه هنا كيسرقهم، كيدخل الجامع ويزيد. مازال غادي نجمع المعطيات ديالها وغادي نتشارك معكم هذه النزيله هذه. والانسان كما باش يتطاول على بيت الله ويهزها ويسرق منه، راه هذا صافي ما بقى ما يتقال عليه. هذا هو الطوب، هذا هو الطوب. يعني انسان ما عندوش حدود. فاش تطاول على مدرسه تطاول على جامع ما عندكش حدود في الاجرام. نرجعوا نكملوا القضيه ديالنا. اول واحد غادي يستمعوا ليه الدركيين، غادي يستمعوا للمدير ديال المؤسسه، هو المسؤول الاول والاخير على المؤسسه. استمعوا ليه قالوا ليه واش كاين شي عساس؟ قال لهم ودي المدرسه ما فيهاش شي حارس امني. واش كاين شي واحد اللي عنده السوارت ديال الاداره؟ قال لهم لا، السوارت ديال الاداره عندي، ما كاين حتى شي واحد. واش كتشك في شي واحد يقدر يكون من الناس من الطاقم اللي خدامين في المؤسسه واش يقدر يدير هذا الفعل؟ قال لك ودي هاد الفرضيه مستبعده جدا. هذا ما استمعوا ليه تعلمات النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد الوكيل العام، وتعطات التعليمات بالتعميق ديال البحث قصد الوصول الى تحديد هويه الجاني او الجنات. باش ما عرفناش دابا هنا شحال، واش واحد واش جوج واش ثلاثه، الله اعلم. البحث هو اللي غادي يكشف على هذه المعطيات وعلى هذه الحقائق. دازت هذه القضيه هذه، مشاو دوك البصمات عبر السلم الاداري، كتمشي عبر السلم الاداري حتى القياده العليا، وبالضبط مصلحات الشرطه القضائيه والاداريه هما اللي كيتكلفوا التابعه للدرك الملكي، كيتكلفوا كيصيفطوها للمديريه العامه ديال الامن الوطني باش يعطيوهم هذوك البصمات ديال من. هذه العمليه كتطلب شويه ديال الوقت كما قلت لكم، حقاش كاين ضغط على المديريه العامه وكاع المراكز الامنيه اللي عندهم بحال هذه الحالات كيصيفطوا هذوك البصمات اللي ترفعوا. يعني خصك تسنى فوق شهر بعدا عاد تقدر تجيك النتيجه. ولكن الدركيين ما غاديش يحبسوا، غادي يبداو يديروا التحريات ديالهم وغادي يعتمدوا على الابحاث الكلاسيكيه
وغادي يعتمدوا على مصادر المعلومات ديالهم، لعل وعسى تعطي شي نتيجه هذه الخطه هذه. حاولوا الدركيين جاهدين وداروا ما في الوسع ديالهم باش يقدروا يوصلوا لشي نتيجه ولا شي معلومه اللي تقدر تفيدهم، ولكن للاسف ما توصلوا حتى شي نتيجه. دازت مده تسرقات عاوتاني واحد المؤسسه تربويه، واحد المدرسه، انتقلوا تعلموا عاوتاني الدركيين ومشاو انتقلوا لديك المدرسه، داروا المعاينات ديالهم، جات الفرقه ديال التشخيص القضائي دارت الاجراءات ديالها، ترفعت البصمات، ولاحظوا الدركيين بان لا مانيير دوبيري، طريقه باش تسرقات ديك المدرسه الاولى هي نفسها باش تسرقات المدرسه الثانيه. اشنا هو اوجه الشبه؟ النقطه الاولى بان تستعملوا المفاتيح السوارت، ما تهرس لا باب لا حتى حاجه بحال المدرسه الاولى. يعني هنا كتولي الفرضيه ديال شي واحد من الناس اللي خدامين في المدرسه مستبعده بشكل قطعي، يعني شي واحد اللي كيعتمد على السوارت ومختص في السرقه ديال المؤسسات التعليميه. هاد المؤسسات حتى هي سرق فيها نفس الشيء، لي كمبيوتر وداك الديفير ديال الكاميرات باش ما يخلي ما عندك ما تستمر، واخا تبغي تشوف شكون اللي دخل تما واشنو سجلات الكاميرات ما غادي تلقى حتى شي حاجه. وتهز حتى من هذه المدرسه هذه اللي جات في المدار القروي، تهز منها حتى هي واحد المبلغ مالي ديال المطعم ديال التلاميذ. تم الاستماع للمدير بحال القضيه الاولى، عطى تصريحات ديالو، عطى القيمه ديال المسروقات، وحتى هو اكد بان الاختام الطابع ديال المدرسه حتى هو تسرق، يعني كيتسرقوا الطوابع في هذه المدارس بجوج. دارت تحريات معمقه ولكن ما توصلوش الدركيين شي نتيجه، وكان الامل الوحيد ديالهم هو هذوك البصمات اللي ترفعات لعل وعسى تعطي شي نتيجه اللي تقدر توصلهم لهذا المجرم او هاد المجرمين. دازت عاوتاني 3 ايام 4 ايام كتقترف واحد السرقه عاوتاني ديال المدرسه، والعلم ديالكم هذا المجرم ولا هاد المجرمين ما كيسرقوش في نفس منطقه النفوذ، لا كيعرفوا دوك الجدرميه يسرقوا عندهم، راه غادي يردوا البال للمدارس لعل وعسى يطيح شي واحد. هما واعيين بهذه النقطه هذه، كيضربوا هنا كيمشيو لواحد منطقه النفوذ ديال واحد المركز ديال الدرك الملكي اخر، ويمشيو لهنا ويمشيو لهنا، مشى سرقوا حتى في المدار الحضري في منطقه النفوذ ديال الشرطه، سرقوا واحد المدرسه حتى هي، داو منها الاختام الطوابع، وداو منها لي زورديناتور، وداو منها شي فلوس، ورونوا ديك الدنيا وقطعوا هذوك الكتوبه اللي كاينين تما، المهم كرفسوا الدنيا كامله. وبنفس الطريقه بالسوارت ما كاينش الكسر، يعني هادو كيستعملوا مفاتيح ديال باسبارتو. هذه هو التخمين اللي كان والفرضيه اللي كانت، والفرضيه اللي 90% هي اللي كاينه، هي اللي صحيحه تقريبا. بدات الجرائم كتوالى وحده مور وحده، تتشفروا تقريبا ما يزيد على 10 ديال المدارس، ولكن ماشي في منطقه النفوذ وحده. كما قلت لكم هاد لابريغاد كيسرقوا فيها ويمشيو لهاد لابريغاد ويمشيو لعند البوليس ويمشيو لهاد لابريغاد ويمشيو لهنا، المهم شي 10 المدارس في واحد الظرف وجيز تسرقات. يعني هنا عرفوا الناس ديال الدرك الملكي والناس ديال الامن الوطني بانه راه امام واحد العصابه ولا شي مجرم اللي مختص في السرقه ديال المؤسسات التعليميه والمؤسسات التربويه. ما تعطاتش شي نتيجه، دارت ابحاث، دارت تحريات، ما كاين حتى شي حاجه. كما قلت لكم الامل الوحيد كان هو باش غادي هذوك البصمات تعطي شي نتيجه. دازت ايام تقريبا واحد الشهر ولا، وكانوا الدركيين كانوا موصيين المصادر ديال المعلومات ديالهم، كيقول لهم سيروا دوروا في السواق، كل واحد عنده مصدر ديال المعلومات ديالو، تيقول لي الله يرحم لك الوالدين راه عندنا واحد 2 مدارس هاش تسرق فيهم عافاك سير جيب لنا شي دوره في السوق
شوف لعل وعسى شو تلقى شي حاجه. لحقاش كاينين الناس اللي كيتعاونوا، لحقاش بحال هذه المساله ملي تسرق مدرسه اللي كيقراو فيها وليداتنا خصنا نتعبئوا كاملين ونعاونوا المصالح الامنيه باش يدار حد لهذا السلوك ديال هاد المجرمين الخارجين عن القانون. وكان واحد السيد من المخبرين ديال واحد الشاف ديال الدرك الملكي كان وصاه قال لي عافاك كيما سير جيب لي دوره في السوق الفلاني شوفوك ما تلقى شي حاجه. يعني داروا جميع العمليات وجميع التحريات اللي تقدر توصلهم لهذا المجرم اللي بقى فالت من العقاب وهو باقي مستمر في السرقه، سرقه مور سرقه، سرقه مور سرقه. وداك الشيء اللي كيسرق ما ساهلش باش تدي 3 لي زورديناتور ولا من مدرسه وتمشي مدرسه اخرى تدي 3 لي زورديناتور، راه فلوس، راه فلوس. الاورديناتور القليل راه غادي 2000 درهم 3000 درهم اللي كيدير، وكاين ما اكثر. انا قلت لكم غا اقل ثمن. مشى هذاك السيد صافطو واحد الشاف، صافطو كيدور في السواق، وبالصدفه غادي يلقى واحد الحاجه. هو تيدور تيلقى واحد السيد حط قدامه شي سلعه كيبيعها، شي كان حاط دوك الطوابع الاختام حطهم، وحط الشاشات ديال لي زورديناتور، وحط لي زورديناتور، وداير واحد ناشر تما في سوق اسبوعي كيبيع لاي واحد من الزبناء اللي داز السواقه. اي واحد خصاتو شي حاجه تما كيبيعها. كتعرفوا كاينين في الاسواق الاسبوعيه كاين بلايص ديال الخرده وبلايص اللي كيتباعوا فيها بحال هاد المسائل. هنا في ديك المنطقه في ديك البلاصه فين لقى هاد السيد هذا اللي كيتعتبر مخبر ديال احد الدركيين، هو اللي لقى دوك الاختام. ملي قلب دوك الاختام قال لي شحال كيديروا، بدا كيتوامع قلب كيلقى فيهم مكتوبه فيهم مجموعه مدارس. ما كانش في الاول عارف بان راه ديال شي مدارس، كان هو محتاج دوك الاختام، كان بغى يشريهم لحقاش عنده واحد الشركه وكان بغى يصوب فيها هذيك الطبعه ديالو، كان بغى يصوبها. باللي هز تيلقى بان دوك الاختام باقي مكتوب فيهم مجموعه مدارس. قلب دار الطبع على يديه مجموعه مدارس تعطات السميه ديالها. هذيك المدرسه كيعرف هذاك المخبر بانها تسرقات وبانها كتدخل ضمن منطقه النفوذ ديال داك مركز الدرك الملكي اللي فيه هذاك الشاف اللي كان داير واحد الدوسي من هاد الدواسه هادو. تواصل معاه على الفور، حط هذاك الكاشي لذاك السيد، ما قال ليه حتى حاجه. زاد مع الطريق هز التليفون تاعي لذاك الشاف قال لي اش لقيت واش تسرقات المدرسه الفلانيه عندكم والمدرسه الفلانيه. قال لي واه تسرقوا. قال لي راه مجموعه ديال المدارس كاين الاختام ديالها هنايا. ملي تلقى هذا الدركي الضابط شرطه قضائيه المحنك، ملي تلقى هذه المعطيات وهذه المعلومات، كيعلم الرئيس ديالو اللي هو الاجدان ديالو قائد المركز، وكونوا واحد الدوريه ومشاو بالزربه مشاو لذاك السوق. هذيك البلاصه اللي هذيك المنطقه اللي فيها السوق كانت تتبعد تقريبا بواحد 25 30 كيلومتر باش كتبعد على المركز. مشاو قالوا للسيد اللي كاين تما داك المخبر ديالهم، قال لي بقى دايرو قدام عينيك ما تطلقش منه حتى نجيو. قال لي صافي كون هاني. بقى السيد كيراقبو، من بعد الاخر راه جالس ما فراسو ما يتعاون وحتى حاجه ما تالت الانتباه ديالو حتى التحقت هذيك الدوريه ديال الافراد ديال الدرك الملكي. مشاو عنده مباشره، السلام مجرد ما شافهم ويقمز وقف. قالوا لي جلس نكملوا معك، جلس بلاصتك بلا ما توقف. هزوا دوك الطوابع لقاو دوك الطوابع ديال تقريبا واحد 10 المدارس. فاش تشوفوا هذا عمات ليه البصيره، سرق واحد اختام وباقي مكتوبه فيهم مجموعه مدارس، وراه الناس دايرين واحد الحمله تمشيطيه كيقلبوا هاك ماشي واحد كيبيع دوك المعدات اللي تسرقات وهو تعمى وجاب هذاك السم اللي قلبوا كيلقاو مجموعه مدارس الفلانيه، مجموعه مدارس فلانيه، مجموعه مدارس فلانيه، الفرعيه الفلانيه، هذه المدرسه الفلانيه. عفوا بسم الله. باللي لقاو هذه المسائل عرفوا بان هذا السيد عنده علاقه
مع السرقات اللي تقترفات في هذه المؤسسات التعليميه. قالوا لي هادشي، قال لهم لا ما دياليش هادشي، انا غاشاري وتنعاود فيه البيع. مرحبا، شدوا الهويه ديالو لاكارت ديالو، وكان عنده واحد ساكادو. هذاك ساكادو شدوه قلبوه، ملي قلبوه كيلقاو فيه كمشه ديال السوارت. تيقنوا بان هذوك هما السوارت اللي كيستعمل داك المجرم باش يحل البيبان بلا ما يهرس حتى حاجه. والطريقه باش تنفذات هذوك السرقات كما قلت لكم بالسوارت. هنا بدات كتقوى الشكوك بانه هو المعني بالامر. ملي لقاو عنده داك الشيء، شدوا الهويه ديالو لاكارت ديالو، عرفوا شكون هو، بوانتاوه، لقاو عنده سوابق في نفس الميدان. هذا مختص في السرقات ديال المدارس، ما كيسرق حتى حاجه الا المدارس، وكان دخل عليهم الحبس وعاود خرج واستمر وواصل هذه الانشطه ديالو المحظوره وهذه الانشطه الاجراميه ديالو. هنا تواصلوا ضباط الشرطه القضائيه مع النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد الوكيل العام، وعطاهم تعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، ومشاو باش يفتشوا بعد ما حجزوا هذوك لي زورديناتور اللي كان حاطهم تما للبيع. تحجزوا، هو بقى متشبت تيقول لك انا هادي شريتهم. باللي مشاو معاه السوارت عنده، مشاو معاه للدار باش يديروا التفتيش في الدار، وكان كاري واحد الدويره ساكن فيها. ملي وصلوا تما حليهم الباب، ملي دخلوا تيديروا التفتيش كيلقاو شخص اخر ناعس تما، ولقاو عنده لي زورديناتور، لقاو شي ورق ديال المدارس. انا تيقنوا قالوا لي هذا الشيء دابا كامل انت كتشريه. وكتعرفوا لي زورديناتور ديال الدوله كتكون عندهم رقم السلسله، رقم التسلسلي ديالهم، كيكون عندهم نيميرو تسيري. اي حاجه عطاتها لك الدوله، مثلا وزاره التعليم عطات لواحد المؤسسه التربويه، راه كيكون نيميرو تسيري ديال داك الاورديناتور، وهذوك لي نيميرو تسيري راه قيدوهم الدركيين في التصريحات ديال المدير ديال المؤسسات اللي تسرقوا. هذوك جوج مؤسسات اللي عندهم تيقلبوا تيلقاو نيميرو تسيري منطبق، يعني هادو لي زورديناتور ديال دوك المدرسه. عاد لقاو دي زورديناتور اخرين والشاشات ديال دوك لي زيكرون ديال الاورديناتور. تحجز داك الشيء كامل. هذاك الاخر قالوا لي شنو كدير؟ قال لهم ودي انا وهذاك الثاني كان يلاه جابوا هذاك السيد دبر عليه، جابوه من الجبل وسكنوا معاه، وقالوا لي هذاك كان نيه. قال لهم ودي انا راه قال لي يلاه تعال نمشي كنعاونو، ويلاه كيعلمني، راه هو كيدخل وانا كنبقى غير عساس على برا، كنحضي لي يجي شي واحد باش اذا جا شي واحد نعلمو. هذاك اعترف بكل سهوله. قالوا لي شحال من سرقه فاش حضرتي؟ قال لهم ودي حضرت في هذه السرقه ولكن انا ما دخلتش، على برا. صحابو راه الا ما دخلش راه صافي ما عنده حتى شي فعل جرمي. راك انت في هذه القضيه راك مساهم في هذه الجريمه، حقاش حضرتي فيها وكتوفر الحمايه والحراسه لذاك المجرم، يعني انت جزء من هذا العمل الاجرامي. حتى هو داروا اتصال بالنيابه العامه، قالوا لهم الوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، وتحجزات ديك المعدات كامله اللي تلقات عنده في الدار، وداوهم الله بريكاد. وعاد استمعوا لهم في محاضر، خداو التصريحات ديالهم بشكل مفصل، تصريحات مفصله، وذكروا فيها تقريبا 10 ديال المؤسسات اللي شفروا. كاين مؤسسات جوج كاينين في مرتقى النفوذ ديال هذا المركز، والاخرين كل مركز سرقوا فيه شي حاجه، وتا عند الاخوان ديال الشرطه سرقوا. ملي اعترفوا بهذه السرقات، قائد المركز غادي يتصل بدوك المراكز اللي مسجله دوك الشكايات ديال السرقه في دوك المدارس واللي مسجله ضد مجهول. واش عندكم شي سرقه النهار الفلاني في شي مدرسه؟ يقول ليه كاينه، يقول مولاها راه عندنا. عاوتاني يتصلوا بالبريغاد الاخرى، واش عندكم في المؤسسه التربويه الفلانيه عندكم شي سرقه في النهار الفلاني؟ كاينه، راه المجرمين اللي سرقوها راه كاينين عندنا. حتى تعلموا الاخوان ديال الشرطه، تعلموا وباش تعرفوا هذه المؤسسات اللي مشفوره بدوك الطوابع، بدوك الاختام، لحقاش فيهم السميات. منين جاتك؟ ملي يبغي يجيك واحد الخاتم ديال الدوله ديال واحد الاداره ديال عموميه، ملي يبغي يجيك ما كيتباعوش، انه ما يمكنش واحد يعطيهم لك غير الا سرقتي.
باش تهز الطابع ديال واحد الاداره عموميه، راه ما يمكنش تلقاه ولا شي واحد يطبعوه لك، ولا ما يمكنش، الدوله اللي كتعطيه لك، وهذاك تيكون تحت المسؤوليه ديال المدير ديال المؤسسه. تلقى هذا الشيء كامل، تفكات هذيك الالغاز كامله ديال السرقات، تعلموا هذوك المراكز اللي سجلوا الشكايات ديال دوك السرقات اللي مسجله ضد المجهول، وجاو كاملين تكبوا على البريكان، خداو الاقوال ديال هذا المجرم هذا وهذا هذا اللي معاه الرفيق ديالو في هذه الجرائم، استمعوا لهم بجوج وتفكت هذه الالغاز. وهذيك المعدات اللي تسترجعات كيشوفوا النيميرو السيري ديال كل حاجه، كيلقاو النيميرو السيري ديال من هذه المؤسسه، كيعيطوا للمدير ديال المؤسسه تيعطيوه ليه مقابل اشهاد، حقاش هذاك ماتيريال ديال الدوله تعطى مقابل اشهاد بناء على التعليمات ديال النيابه العامه. داكشي اللي تحجز كله رجع للادارات والمؤسسات اللي تسرق منها، ولكن بقات مؤسسات اخرى اللوازم ديالها وهذاك الشيء اللي تسرق منها ما تلقاش. قالوا لي فين بعتي هذا الشيء؟ ولما بعتي هذا الشيء اللي ما كاينش؟ قال لهم ودي انا كندور في الاسواق وكنبيع الناس ما كنعرفهمش، وهو تعمد يدير هذه الخطه باش ما يتعرفش وما يمشيش عند واحد مول المحل. قلت اللي جا تفاهمت انا وياه، كنبيع ليه ما كيعرفني ما كنعرفه، وتعذر على الدركيين المكلفين بالبحث باش يوصلوا لدوك الاشخاص اللي شراو داك المسروق، اللي عندهم اخفاء المسروق ما توصلوش لهم للاسف. علاش؟ لحقاش الخيط فين وصلهم عند هذا، وقال لهم ودي كنبيع في السوق، كون باع لواحد مول المحل راه غادي يمشيو عنده يوريهم مول المحل ويمشيو عنده، ولكن هادو كما قلت لكم الاسواق الاسبوعيه فاش كيدوروا. ملي استمعوا ليهم وهذاك المسروق كامل رجع، داكشي اللي ما كاينش تخسره تباع، ما تعرفش لما تباع كما قلت لكم. داروا في الحراسه النظريه تحت بناء على التعليمات ديال النيابه العامه، وبعد ما كملت المده القانونيه ديال الحراسه النظريه تقدموا امام انظار السيد الوكيل العام، اللي بعد الاستنطاق ديالهم حالهم على قضيه التحقيق ودار لهم ملتمس بالايداع في السجن. بعد ما استنطقوا قضيه التحقيق غادي يدير لهم الايداع في السجن بعد ما اعترفوا، وكاينه قرائن وادله دامغه كتثبت بان هادو هما المجرمين الحقيقيين اللي اقترفوا هادوك السرقات اللي المتعدده اللي ترتكبات واللي تقترفات في مؤسسات تربويه. للاسف مكان ديال التعلم، كتعرفوا مدرسه راه عندها واحد الوضع اعتباري، انا وانت الدوار ديالنا كيقراو ولادنا خصنا نحضيو ديك المدرسه، ولكن كيجيو بحال هذا عديم الضمير ويدخل تهمه هو غير التحصيل ديال الفلوس، والغايه تبرر الوسيله. بغى الفلوس هو ما كتهموش هو الوسيله باش غادي يوصل دوك الفلوس، يسرق الجامع، يسرق التلفازه، يسرق مدرسه، يسرق، ما عندوش مشكل، ما عندوش حدود. المهم دار لهم في الايداع في السجن. والاشاره هذا المجرم الرئيسي اللي كان تشد في السوق غير وصلوه تما قدام السيد الوكيل العام، هو يدير لهم موت احمر، طاح لهم تما وكواك عباد الله، وكواك عباد الله، كان موت كرشي كتقطع عندي شي حاجه في كرشي. هنا طبيعه الحال السيد الوكيل العام عطاهم تعليمات باش يعرضوه على الطبيب، وداوه للمستشفى. واحد فيهم هذاك الرئيسي داوه للمستشفى وعرضوه على الطبيب، وداروا ليه صور باش يشوفوا واش عنده شي حاجه في كرشو. ملي داروا ليه الراديوات تلقى عنده حتى حاجه في كرشو، ولكن هو بقى كيتوجع دادا، وهذه خطه دارها باش لعل وعسى يقدر يهرب. ولكن الدركيين كانوا حذرين وكانوا يقظين وعارفين الهدف ديالو من ذاك التظاهر بداك الحريق وبداك المرض وبداك سميتو، راه بغى غير يلقى شي فجوه باش يهرب ويسمح فيهم تما. وهذا للاشاره باش تعرفوا الناس علاش قالده. هذا المجرم الرئيسي مجرد ما عرضوه الدركيين على احد النواب ديال السيد الوكيل العام عرفوه، قال لي واش انت عاوتاني يلا صيفطناك خرجتي بديتي عاوتاني كتسرق. وعاود للدركيين قال لهم اش دار ليا. واحد النهار كان كيستنطقوا
السيد الوكيل العام، لحقاش كتعرفوا فاش مثلا كيديو الدركيين ولا الامنيين شي مجرم عند النيابه العامه عند الوكيل ولا عند الوكيل العام كيعرضوا عليه باش يستنطقوا، ممنوع عليك باش تدخلوا بلي مينوط بالاصفاد ديالو. يقول لك الوكيل العام يدخل ما عنده حتى شي حاجه لحقاش كيبقى بريء الى ان تثبت ادانته. كيحيدوا ليه المينوط وتيبقاو الدركيين عساسين قدام الباب وتيدخلوا الوكيل العام ولا النائب ديالو ولا الوكيل على حسب الاختصاص وكيستنطقوا. ملي كيكمل كيعيط للدركين تيقول لهم ركبوا ليه المينوط وديوه، هبطوا عاوتاني لقضيه التحقيق. غفل احد النواب ديال السيد الوكيل العام ما عرف فين خرج وطلع فوق البيرو ديالو وجبد الخيط ديال البوله وقطع البوله وبغى يحشي هذوك الخيوط ديال الضو وبغى يديرهم في فمه باش ينتحر. هو يقول لهم السيد النائب الوكيل العام قال لهم اش دار لي هذا واحد الرجل، هذا مجرم خطير هذا. المهم هذه غير واحد القوس فتحته باش يعرفوا حتى الساده النواب ما تكونش عندهم كيكونوا عاطفيين وما كيبغيوش الانسان، تيبغيو باش يوفروا ليه الشروط ديال المحاكمه العادله، ولكن خصهم يديروا في راسهم بان كاين مجرمين ما عندهمش الحد، كاين مجرمين خصهم يديروا الاحتياطات ديالهم. بحال هاد المواقف هادو توقع لك مثلا كون مات هذاك شكون اللي خلاه شكون هادي، يعني غادي تفتح بحث في هاد المسائل هذه، وهاد المسائل خص تدار تخاد بعين الاعتبار. مشاو كما قلت لكم دار لهم قضيه تحقيق الايداع في السجن. ملي دار لهم الايداع في السجن وبعد ما دوزوا مرحله ديال جميع مراحل ديال التحقيق وبعد ما وجد الملف ديالهم تحال على الجلسات، وكان راجل الملف ديالو في عده جلسات وفي الاخير كان صدر حكم نهائي في حقهم. هذاك الاول الرئيسي اللي كيدخل كان صدر في حقه 2 حبسا نافذا، والاخر ربما واش عام لحقاش ما كانتش عنده سوابق، اول مره كيتشد ومسكين داك هذاك ولد الجبل ماشي شي واحد مجباد وهادي وجرو وبقى تيبكي فاش دوه الدار كيقول لهم انا راه ما عرفتش وهادي استغل السذاجه ديالو. كتعرفوا الناس السكان ديال الجبل وحنا كاملين ولاد الجبل، وتحيه للسكان ديال البوادي وديال الجبال وديال سميتو، تحيه لهم خاصه لدوك الناس على الصمود ديالهم، على الصبر ديالهم، على مجموعه ديال الامور. كنحييهم على المبادئ ديالهم ايضا. مهم استغل السذاجه ديالو وطمعوا، والسيد ما عارفش دخلوا ما عارفش التبعات ديال ديك الافعال. انت راه ما غادي تدخل ما والو، هو جاهل بالقانون، راه غير غادي انا اللي غندخل انت غير بقى على برا. كيبان ليه هو راه بقى على برا، راه ما عنده حتى شي ذنب وما غاديش يخضع للمساءله القضائيه. ما قدرتش نتوصل للحكم اللي سميتو على حسب ما توصلت لي بان هذاك اللي كان معاه اللي كان تيحضي على برا دا العقوبه ديال 1 سنة حبسا نافذا، وبذلك اسدل الستار وتم وضع حد لهذا المجرم اللي كان التخصص ديالو السرقات ديال المؤسسات التربويه. ومن بعد ما تشد هنات المؤسسات التربويه والى يومنا هذا عمر عاوتاني تعلنات السرقه في شي مؤسسه تربويه، وكونوا على يقين مجرد ما غادي يخرج راه غادي يباشر عاوتاني وغادي يواصل هاد الانشطه ديالو الاجراميه والمتمثله في السرقه داخل المؤسسات التعليميه. نتمنى من الشباب باش يوعاو راه الجريمه لا تفيد، والجريمه والحبس راه غيهرسك وكتاكل في عمرك. دخل خرج كتجي كتطل كتلقى راسك بحال هذا دابا شحال في عمره فاش تشد في هذه القضيه كدا 40 عام. واش كدا 40 عام مازال صغير؟ واش كدا 40 عام عاد باقي غيدير عقله؟ يعني صافي هذا ولا مجرم بالفطره، صافي هذا ما بقاش بغى، هذا احترف الاجرام وما بغاش يحيد ومولف الفلوس البارده. علاش كان بلي هذه خص البليه ديالو باش يوفرها، وشكون اللي يدفعوا لهذه المسائل؟ البليه. غتلقى البليه صافي كيخصو الحشيش كيخصو الشراب، ما كيلقاش الفلوس كيبدا يدبر على شي وسيله
باش غادي يوفر الفلوس تيقلب المدارس، وما اسهل حاجه ما ساكن فيهم حتى واحد، وكيختار دوك المدارس اللي ما فيهمش الحراس الامنيين. ومره اخرى كنوجه نداء المسؤولين ديال وزاره التربيه الوطنيه باش داروا حراس امنيين في المؤسسات التربويه، خصوصا اللي كتجي في مناطق اللي نائيه وما كاينش حداها سكان وما كاينش الناس اللي غادي يردوا ليها البال. القضيه ديال اليوم قضيه غريبه الاطوار، ما جريمه ما حتى حاجه. نهضر على حادثه سير، ولكن حادثه سير ما عمري صادفت شي حادثه بحال هذه في المسار المهني ديالي، وبقات هذه الحادثه وبقات راسخه في الذهن. الوقائع كترجع للبدايه ديال الالفينيات، البدايه ديال الالفينيات كما قلت لكم وعاودتها، بان الدركيين السيرفيس ديال الدركي كي تيكون بيرمانونس. راه قلتها لكم في الحلقه الفايته، بيرمانونس انت وواحد كتشدو واحد 24 ساعه من الصباح للصباح للصباح للصباح. وقال لي عاوتاني ملي كتطلق مع الصباح للصباح ديال الغد ليه كتبقى مستعد انت وداك صاحبك، تبقاو مستعدين الى وقعت شي حاجه، يا كسيده يا قتيله يا سرقه في شي دار يا اي حاجه، نتوما اللي كتمشيو ليها بجوج. كتسمى الدركيان مستعدان اللي كيكونوا على الأهبة، وقت ما وقعت شي حاجه هما اللي كيمشيو يخرجوا للولا. غير لا طلب هذاك الحديث اكثر من جدرمي كيتم الاستعانه بالافراد ديال العناصر، بافراد ديال عناصر المركز اللي ما عندهم حتى سيرفيس، ما عندهم حتى حاجه، يمشيو يعاونوك. ولكن انت اللي كدير كل شيء، وانت هذا هو النظام اللي كان عندنا شحال هادي فاش كنا خدامين، وتنظن هذا هو النظام اللي باقي باش غاديه لا جوندارميري. المهم طلقنا لا بيرمانونس، دوزنا ذاك النهار، كانت واحد السرقه، مشينا درنا المعاينات ديالنا، درنا المسائل ديالنا. النهار اللي كنا فيه حنا اللي مستعدين للتدخل، انا وواحد الدركي، فاذا به مع شي تقريبا 12 بين 12 لوحده الليل كتجي واحد المكالمه للبريغاد، علمونا على واحد الكسيده، حادثه سير. بطبيعه الحال فاش تكون حادثه سير خصك السرعه في الانتقال الى عين المكان. علاش؟ اولا باش تحمي الممتلكات ديال دوك الناس اللي وقعت لهم الكسيده. كاين اللي كيدير الله يستر كسيده، عنده الذهب ديالو، عنده فلوس ديالو، عنده المسائل ديالو، عنده اغراض شخصيه ديالو، بورطابل، شحال ديال الحوايج. المهم اللي كان الحوايج اللي كتدخل في الممتلكات الشخصيه هذه خصك تمشي، لحقاش كاينين الناس اللي ما عندهم ضمير، صراحه الله ما عندهم ضمير. لحقاش فاش يكون واحد مضروب مثلا وداير كسيدايه مهرس ولا ميت ولا، وتبدا تقلب ليه في حوايجه وتديهم ليه، هنا كتنعدم الانسانيه، ما كتبقاش الانسانيه في ذاك الانسان. علاش؟ لحقاش ذاك السيد راه في حاله حرجه وخص يمشي يتلقى العلاجات، فاذا بك انت تجي اللي عديم الضمير وتدي ليه المسائل ديالو. هذه مسائل وتصرفات وسلوكيات كنستنكرها بطبيعه الحال، لحقاش ما كتدخلش في الاخلاقيات ديال الانسانيه بجمعاء كامله. واش واحد تيتسنى المساعده والاغاثه وتجي انت تبدا تهز ليه، هادشي علاش خص التدخل بسرعه. زيد عاوتاني خص كاينه الحياه ديال الاشخاص في خطر. دوك الناس اللي داروا في كسيده خص تعلم الوقايه المدنيه باش ينتقلوا لعين المكان، باش يمشيو يهزوا هذوك الجرحى يديوهم لعين السبيطار باش يتلقاو العلاجات الضروريه. هنا من بين المهام الاساسيه في التدخل ديال حادثه السير كاينه الحمايه وكاينه الاغاثه، حمايه الممتلكات والاغاثه ديال الجرحى وديال الضحايا. الممتلكات كتدخل فيهم السيارات، كتدخل فيهم المهم داكشي اللي كيكون كاع في الطوموبيل. كما قلت لكم تعلمنا تقريبا بين 12 ولوحده الليل. مشيت انا وداك الدركي، مجرد ما تلقينا الخبر طبيعه الحال كنعلموا قائد المركز، الرئيس المباشر ديالنا، كنعلموا النيابه العامه، كتعلمها غير بدوك المعطيات الاوليه
وفاش كتمشي العين لمكان عاد كتعطيهم المعطيات بالتفصيل اش فيها، لحقاش تما ديك الساعه راك انت في عين المكان وعاينتي، يعني كتعرف اش واقع، كتعطيهم الظروف والحيثيات ديال الحادثه والمخلفات ديالها، كتعطيهم كل شيء بالتفصيل كما قلت لكم. المهم وصلنا هنا، كانت وصلنا لقينا طوموبيل كانت دخلات في واحد الموتور، هذاك مول الموتور تجرح، هذاك مول الموتور قطع لهم الطريق لديك السياره، وديك السياره ديالاش ديال نقل الاموات، واحد شركه ديال نقل الاموات، ولكن هي شركه اسبانيه كان عندها الماتريكول اسباني. ملي وصلنا تما كنلقاو الشيفور صبليوني ومعاه واحد مغربي، وبجوجهم تصابوا بجروح اللي هي خفيفه، ماشي شي جروح اللي لازم. الطوموبيل هذيك السياره ديال نقل الاموات تقلبات شي 2 المرات، دارت لي طونو، دارت شي 2 مرات تقلبات. المهم حنا كنعاينو تما كيبان لينا جوتا ديال واحد السيد ميت، كان جايبينو من اسبانيا باش يتدفن في واحد المدينه. ملي بانت جوتا ورينا واش هذا كان معكم ولا، قالك ودي عاد شرحوا لنا المسائل ديال والظروف ديال ديك الجوتا. هذيك الجوتا هذاك السيد كان مات شي 4 شهور باش مات في اسبانيا، وبقى تما مع كان الله يرحمه ويوسع عليه، كان متشرد تما، ما عنده عائله، ما عنده حتى شي حاجه. المهم بقى متشرد تما، وبقى في مستودع الاموات في اسبانيا 4 شهور حتى مات واحد المراه. ملي مات واحد المراه جابوهم بجوج، هو وديك المراه. هذيك المراه اللي مات الزوج ديالها هو اللي كان مع داك الاسباني، ولكن الجثه ديالها هذاك الصندوق ديال الرفات ديالها ما كانش تما. قال لك اودي راه دفناها، هي الاولى في المدينه اللي سبقنا بها، عاد كملنا الطريق باش نديو هذا السيد لعند الاهل ديالو الاحباب ديالو باش يتدفن. وقال لك اودي هذا الصبليوني ما عرفش الطريق وراه طلبني باش نمشي انا وياه نرافقو حتى يتدفن هذا السيد ويردني يحطني هنايا في بلادي. المهم عرفنا هذاك مول الموتور كان مصاب بجروح خفيفه. اول حاجه هنايا الحاله الصحيه ديال الناس ديال الضحايا. هذاك الصبليوني وهذاك السيد اللي كانت مرته ميته وجابها دفنها، قال لك ودي الحاله ديالنا ما كتستدعيش باش غادي نمشيو نديرو للسبيطار، راه ما عندناش شي حاجه اللي كثيره، لا تمشيو للسبيطار. قال لك لا ما بغيناش نمشيو للسبيطار، ما عندناش شي حاجه، كانت عندهم غير جروح اللي هي خفيفه. علاش كل اللي سلكهم الله سبحانه وتعالى كانوا دايرين الصمته، واخا تقلبات الطوموبيل ما وقع حتى شي حاجه. مول الموتور الحاله ديالو كتستدعي باش يمشي للسبيطار، بطبيعه الحال هزوه رجال الوقايه المدنيه، وبقى تما جثه ترمات اللي كانت كتقلب هذيك الصطافات، هذيك السياره ديال نقل الاموات ترمى منها هذاك الصندوق ديال داك السيد، وهذاك الصندوق تهرس وخرجت الجثه من الصندوق. يعني شي حاجه اللي ما معتادينش عليها. وهذا القضيه اضطريت وقررت باش نسردها. علاش؟ لحقاش كاينين اناس واشخاص كيجيبوا الاموات ديالهم باش يدفنوهم هنا، ربما غير هنا وسط المغرب هذه ربما توقع لهم هذه القضيه باش يعرفوا المسطره اللي خصو يتبع الانسان في هذه الحالات هادو. وفي نفس الوقت هي ارشادات للزملاء المزاولين الجدد اللي كيمثلوا لا رولاف ديال لا جوندارمري باش يعرفوا المسطره القانونيه اللي خص الاتباع ديالها بحال هذه الحالات. حقاش حاله اللي هي فريده من نوعها، ما عمري شفتها. كتمشي كتلقى الناس مجروحين ولا ميت ولا هذه، ولكن باش تلقى واحد ميت قبل وجابوه باش يدفنوه الطرمه تما، يعني شي حاجه اللي جديده ما عمرنا ما شفناها. وجهاز الدرك الملكي والامن الوطني بصفه عامه اللي كنحييهم من هذا المنبر على المجهودات ديالهم اللي كيبذلوها من اجل خدمه هذا الوطن ومن اجل استقرار الامن في هذا الوطن الحبيب العزيز. المهم هاد الناس هادو استمعنا قلنا لهم اودي الحاله الصحيه ديالكم كما قلت لك
قلت لكم، قال لك ما تستدعيش باش نمشيو، كانوا واقفين. المهم اكدنا عليهم، ولكن هما ما بغاوش، وهذاك تيبقى اختيار ديالهم. لحقاش ودي قال لك ودي خصنا نجلسوا نحضروا المسطره ونحضروا المعاينه ديالكم. قلنا لهم ما عندكم هذيك رغبه شخصيه ديالهم، ما يمكنش نوقفوا ضد الرغبه ديالهم، وما يمكنش نفرضوا عليهم باش يمشيو للسبيطار مادام اكدوا بان الحاله ديالهم ما كتستدعيش باش يمشيو للسبيطار. نكملوا. هادشي كامل عادي، ولكن هذاك الجثه اللي طرمات من الصندوق شي حاجه اللي جديده، والصندوق تهرس. يعني اش معمول في هذه الحاله هذه؟ بطبيعه الحال مجرد ما علمنا الرئيس المباشر ديالنا اتصلنا بالنيابه العامه. كنتصل بالنيابه العامه لحقاش اي حاجه كتخدمها في قانون المسطره الجنائيه راه كتخدم، وبالاخص في المحاضر ديال الابحاث التمهيديه كتخدم تحت الرئاسه وتحت الاشراف ديال النيابه العامه. النيابه العامه هي اللي كتعطيك التعليمات اش دير اش ما ديرش. عيطنا السيد الوكيل، علمناه بالواقعه، قال لك ودي راه غادي يتصلوا بواحد المصلحه اللي كاينه في العماله، المصلحه مكلفه بالنقل ديال الاموات ديال هنا في المغرب كامل، لحقاش كاينه مصلحه في كل عماله، لحقاش الرخصه ديال النقل ديال واحد الجثه شكون اللي كيعطي الترخيص؟ هو العامل، عامل صاحب الجلاله نصره الله هو اللي كيعطي الترخيص. المهم احنا ملي علمنا النيابه العامه اتصلنا بديك المصلحه اللي مكلفه بالاموات اللي كاينه، الوفيات والتسجيل ديال الوفيات اللي كاينه على المستوى ديال العماله ديال هذيك البلاصه. عيطنا لهم الليل، راه كتعرفوا بزز باش غادي تلقى الرقم ديال شي واحد باش تهضر معاه كتعيط العماله، لحقاش ما كانتش المداومه. عيطوا لنا، عاد عطاونا التليفون ديال واحد، وداك الشيء تقريبا كما قلت لكم الوحده الليل ولا كلشي ناعس. تنعيطوا بزز باش لقينا التليفون ديال واحد المسؤول اللي مسؤول على هذه المسائل ديال نقل الاموات. عاودنا ليه القصه قلنا ليه ودي اش فيها. راه كانوا جوج ديال الجثات ديال الرفات ديال جوج الناس، مرا وراجل. المراه راه تدفنات، والراجل راه غاديين به باش يديوه لبلادو العائله ديالو باش يدفنوه، وراه وقعت حادثه سير، وراه ترمى داك الصندوق وتقلبت الطوموبيل، وترمى داك الصندوق، وراه تهرس الصندوق وخرجت الجثه خرجت من الصندوق. والصندوق راه كيكون مشمع وتيمشي حتى كاينه اجراءات كدار حتى كيوصل للبلاصه ديال الدفن ديالو، ما خصوش يتحل. هنا هو التهرس. هنا غادي تردوا هذيك الجثه خصها ترجع لمستودع الاموات اللي قريب للسبيطار، البلاصه اللي وقع فيها الكسيده. عاد استعنا هنا بالسياره ديال نقل الاموات ديال الجماعه. جات الجماعه اللي كانت اللي الحكام ديالها هذاك، اتصلنا بالسيد الرئيس ديال الجماعه، صيفطها لنا في ذاك الليل. تهزت ديك الجثه، مشات لمستودع الاموات كما قلت لكم، مول الموتور راه مشات دات في الوقايه المدنيه، لحقاش هذاك باقي حي، والوقايه المدنيه ما كتهزش الجثات ديال الناس من كاين سيارات نقل الاموات. اما الوقايه المدنيه القانون ديالهم ممنوع منعا كليا باش يهزوا الجثه ديال شي واحد. المهم جات السياره ديال نقل الاموات، تهزت ديك الجثه، مشات المستودع ديال الاموات ديال السبيطار. درنا المعاينه ديالنا، كملنا المعاينه ديالنا، اتصلنا بالسيد الوكيل، قلنا ليه ودي راه الجثه راه مشات، ودرنا الطلب ديال ايداع الجثه بمستودع الاموات، ودرنا تدير واحد التقرير. كتعرف كديروا تقرير اخباري كيمشي للنيابه العامه، كتعلموا بالظروف والحيثيات ديال الحادثه. موراها جا الديباناج، اللي كملنا المعاينات ديالنا ودرنا المسائل ديالنا. كيجي الديباناج هزينا هذيك الطوموبيل اللي ديال سياره نقل الاموات، لحقاش ولات
مدقدقه مع التقلبات، 2 مرات التقلبات مدقدقه، ما غاديش تقدر باش تكمل الطريق. يعني هذيك خصها تمشي يهزها الديباناج. هزها الديباناج على اساس الوراق ديالها ديناها لابريغاد، ماشي على شي مخالفه ولا فوريان، من اجل الحراسه. خصها تمشي لواحد البلاصه اللي تحرص فيها، لحقاش كما قلت لكم راه مبين المهام المنوطه بنا حمايه الممتلكات، الحمايه عاد الاغاثه. المهم دينا هذيك سيارات نقل الاموات ديناها لابريغاد، خليناها تمايا حتى يشوف النصراني اش غادي يدير فيها. هذاك السيد داك النصراني هو وهذاك المغربي اللي دفن الزوجه ديالو. المهم قال لك اودي راه غادي نمشي ندي معايا النصراني، راه الدار ديالي قريبه من هنا، راه غادي نمشي يبات معايا حتى الصباح ان شاء الله وغادي نرجع. بقاو الوثائق بطبيعه الحال، تسلمنا من عنده الوثائق ديال اللي خاصه بالنقل ديال ديك الجثه اللي طرمات من الصندوق، وتسلمنا الاوراق اللي خاصه بالطوموبيل، هذيك السياره ديال نقل الاموات. المهم كانت الاوراق كلها في وضعيه قانونيه، ما كانت خاصه حتى شي حاجه. السيد قانوني، الورقات ديالو مريقلين، كلشي مريقل. على الصباح باش ترجع لعندنا. بطبيعه الحال الصباح رجع الصباح. ملي رجع المهم هنا كيكون الاستماع، اللي واش نستمعوا لك ولا تخلي الورقات حتى تفك هذا المشكل ديال هاد الجثه هذه، حيت هذيك الشركه راها مخلصه باش تدي هذيك الجثه من واحد النقطه حتى لواحد النقطه. يعني واخا وقعت ليه كسيده راه خصو يمشي معاه حتى يتدفن، واخا ما كايناش طوموبيل ديالو ديال نقل الاموات ديال ديك الشركه راه ما بقاتش خدامه مدقدقه، هذيك ما يمكنش تمشى. ولكن كاينه السياره ديال نقل الاموات ديال الجماعه هي اللي غادي تدي هذيك الجثه، تكمل بها الطريق توصلها للبلاصه فين غاديه. ولكن خص داك النصراني يحضر، خصو يمشي، بقاش هو اللي مكلف بالنقل ديالها من اسبانيا حتى نقطه الوصول. هنا كاين عاوتاني مساطر غادي تعاود، هذيك مساطر غادي تعاود، غيدار محضر ديال الوضع في التابوت، البيفي ديال لا ميزون بيير، كيتسمى بالفرنساويه لا ميزون بيير، وكيتسمى بالعربيه الوضع في التابوت. الوضع في التابوت يمكن يديروه الشرطه، يمكن يديروه الدرك الملكي. انت كيديروه الشرطه، انت كيديروه الدرك الملكي. كيديروه الشرطه ملي كيكون مستودع الاموات، هذاك السبيطار اللي فيه داك السيد اللي حطينا فيه هذيك الجثه كيكون في المنطقه ديال النفوذ في الحكام، باش نهضر باللغه المغربيه العاميه باش كل شيء يفهم. فاش يكون السبيطار في الحكام ديال البوليس، الشرطه هما اللي كيديروا داك المحضر ديال الوضع في التابوت. الا كان داك السبيطار اللي فيه داك المستودع ديال الاموات في الحكام ديال الجدرميه هما اللي كيديروا المحضر ديال الوضع في التابوت. هنا كانت الشرطه منطقه النفوذ فين كاين هذاك السبيطار اللي فيه مستودع الاموات، منطقه ديال النفوذ ديال الشرطه، يعني الشرطه اللي غيديروا داك المحضر. بطبيعه الحال دارت الاجراءات كامله، العماله عطات الترخيص، ملي عطات الترخيص جا داروا الشرطه المحضر ديال الوضع في التابوت. كيتشمع هذاك الصندوق الجديد، وهذاك الصندوق الجديد شراه هذاك النصراني هو اللي تكلف به، اتصل بالشركه ديالو اللي خدام معاها، قالوا لي غادي تشوف تدبر على صندوق جديد وغادي تشريه، حيت الشركه راه مخلصه هي اللي غادي تكلف، وقعت ليها كسيده تهر الصندوق، هما اللي غادي يشريو داك الصندوق. يعني هذاك النصراني هذاك الصبليوني مشى هو وداك الحاج اللي كان معاه، مشاو تكلفوا هما اللي شراو هذاك الصندوق وداو المستودع الاموات. المهم كما قلت لكم دار المحضر، تعطات الرخصه ديال العمل، تعطى المسائل الوثائق كامله، تعطات الوثائق كامله. هنا كيشدوا هذوك الوثائق هذاك النصراني وهذاك السيد اللي معاه. هذاك السيد اللي معاه راه ما مفروضش عليه باش يمشي، غير هو مع ذاك النصراني ما عرفش الطريق، قال لي عافاك تمشي معايا تونسني في الطريق، راه ما كنعرفش الطريق. الله يرحم الوالدين، لحقاش كان جاي مرافق هو وياه من اسبانيا، كان جاي بمرتو كما قلت لكم، ما هو اللي بغى يمشي. اما النصراني هو اللي مفروض عليه باش يمشي، اما ذاك السيد كما قلت لكم كنعاودها لكم راه هو اللي بغى باش يمشي، وهذيك رغبه شخصيه ديالو
ما كاينش مشكل. اما قانونيا هو لا علاقه بهادشي. المهم دارت المسطره، دار الوضع في التابوت، تشمع داك الصندوق، هزوه في سياره نقل الاموات اللي تابعه للجماعه، اداوه للمدينه اللي فين غادي يتدفن. وقلنا ذاك النصراني ملي تسالي ويتدفن السيد ضروري غادي تردك هذيك السياره ديال نقل الاموات، غترجع للجماعه اللي كانت في المنطقه ديال النفوذ ديالنا، غادي ترجع معاها باش على الطوموبيل ديالو وباش ناخذوا الاقوال ديالو هو داك السيد. غير خليناهم علاش؟ لحقاش كاين واحد الميت خصو يمشي وخصو يتدفن، وما كاين لاش نبقاو نزيروهم حنا على التصريحات وما عندهم شي حاجه، وكاين الطوموبيل وكاين الوثائق ديالو كلها راه بقات عندنا. قالك خليوها عندكم باش نديروا فوتوكوبي والمسائل. قالك خليو داكشي تنرجع تنكمل شغالاتي. كمل شغالاته تقريبا مع شي 5 العشيه رجع لعندنا هو وداك الحاج. وهنا استمعنا لهم، خصنا نستمع لهم. علاش استمعوا لهم؟ كيفاش وقعت الكسيده وعلى الظروف ديال الكسيده، واش شي واحد فيهم مقصحه، واش شي واحد فيهم باغي يتابع لاسورانس، واش شي واحد. استمعنا لذاك الحاج هو الاول بقاش كان حاضر في الكسيده. استمعنا ليه، قال لك اودي راه توفات الزوجه ديالي كما عاودت لكم في اسبانيا، وراه خلصت هاد الشركه باش تهز لي الزوجه ديالي باش نجيبها لبلادي باش ندفنها. في ديك الوقيته فاش غنجي كان هاد السيد اللي نقز من الصندوق كان تما ما عندوش شي عائله، كان بقى في مستودع ديال الاموات في لامورغ بقى شي 4 شهور. وملي كانت جايه هاد المراه جايه جابوه معاهم تكلفات به داك السيد، تكلفات شي جمعيه خيريه تما في اسبانيا هي اللي خلصت عليه باش يجي. المهم قال لك كنا جايين ما عندنا ما علينا ما بينا، قال لك سبقنا بلادي، قال لك دفنت الزوجه ديالي كملنا الدفين، قال لك طلبني هاد الصبليوني قال لي الله يرحم الوالدين تمشي معايا، انا ما عمري جيت المغرب ما كنعرفش الطرقان باش تمشي تنوصل هاد السيد هذا الاهل ديالو العائله ديالو يدفنوه ونرجع انا وياك. قال لك وافقت، قلت لهم مرحبا ما كاينش مشكل، خصوصا ان المسافه ما طويلاش بزاف راه يمشيو 2-3 سوايع غادي يقضيو غرضهم وغادي يرجعوا. المهم اللي رجعوا استمعنا ليه كما قلت لكم، هذا هو التصريح ديالو. قال لك توصلنا للبلاصه فين وقعت الكسيده، ملي دفنا مرتي زدنا كملنا الطريق، وصلنا قال لك البلاصه اللي وقعت الكسيده، قال لك واحد مول الموتور قطع لنا الطريق، قال لك السيد بغى يهرب عليه ما لقى ما يهرب، قاسو هي هذيك التقلبات هذيك السياره ديال نقل الاموات ودارت قال لك 2 مرات. قال لك والحمد لله كنا دايرين الصمته داكشي باش ما ترماوش من الباربريز ولا يترماو، لحقاش كون ما كانوش دايرين الصمته غادي تكون الاضرار الجسمانيه ديالهم غتكون كثر. الصمته كتحمي بطبيعه الحال، وكيبقى الانسان لاصق في الكوسان ديالو. باش ما كدير الصمته راه كتبقى ترمى من قنت لقنت، الله يستر تجي شي ضربه في الراس تجي. لهذا عاوتاني كنفتح قوس الناس على ود استعمال ديال حزام السلامه. هذاك راه من اجل السلامه ديالك، ما تسناش جدارمي ولا بوليسي العون المكلف بالمراقبه عاده تشوفوا عاده دير الصمته. هذيك الصمته راه للسلامه ديالك والامان ديالك. هذيك الصمته يعني خص تكون عندنا هذه الثقافه، ماشي تنشوف جدارميه ولا نشوف البوليس عاده الركبه. خصها تكون عندنا الثقافه هذيك، راه غتفكك الا كانت شي حاجه تقدر تكون هي السبب في النجاة ديالك من ديك الحادثه. بطبيعه الحال اعمار بيد الله، ولكن كدير انت داكشي اللي عليك خصك ديرو. هذه غير قوس باش تشوفوا هاد الناس هادو واخا تقلبات الطوموبيل 2 مرات ما وقع لهم حتى شي حاجه. استمعنا ليه، هذا هو التصريح ديالو. هذاك مول الموتور حتى هو جا في العشيه لقاهم باقيين تما، استمعنا ليه حتى هو. عاودنا قال لك اودي انا راه ما رديتش البال لديك الطوموبيل، راه قطعت الطريق وضربوني من اللور. هادشي اللي جاب شهاده طبيه كانت فيها شي 23 يوم اللي كانت فيها. جاب ديك الشهاده الطبيه ديالو، الاقوال ديالو، المسائل ديالو، درنا فوتوكوبي الاوراق ديال الموتور في وضعيه قانونيه، ما كاينش مشكل. عطيناه الموتور ديالو لحقاش كان عندنا تمايا حتى هو جبناه مع ديك الطوموبيل للحمايه والحراسه. المهم دا المسائل ديالو، دا الموتور ديالو، درنا لنا الاشهاد بان دا الموتور ديالو المسائل ديالو، شدينا كما قلت لكم فوتوكوبي الاوراق. الله يعاوننا ويعاونك.
بقينا مع النصراني لحقاش النصراني مازال عنده بزاف ديال الاجراءات اللي خصو يدير. كمل دابا هاد المسائل. وباش نقول واحد القضيه نسيتها، فاش كتمشي هذيك الجثه كتوصل للبلاصه فين خصها تدفن، راه كيدار محضر اخر بحال ديك البلاصه فين تدفنات منطقه النفوذ ديال الدرك الملكي، كيدار محضر. كاين محضر فاش غيدار في التابوت، محضر ديال الوضع في التابوت لا ميزون بيار، وكاين المحضر فاش غادي يتدفن داروه جدارميه لحقاش الحكام ديال الجدارميه تما محضر الدفن بي في ديال لونيماسيون. هذاك كيدار حتى هو باش كيعرفوا داك السيد راه تدفن هنا كتكمل المسطره. هذا غير التذكير. هذاك النصراني استمع باش نستمعوا ليه. حنا لا نتقن اللغه الاسبانيه، حتى واحد فينا ما كيتقن اللغه الاسبانيه. هنا قلنا ليه غادي دير التصريح ديالك في ورقه، تكتب الهويه ديالك وتكتب التصريح ديالك. انت خرجتي من اسبانيا، اش كنتي جايب في الطوموبيل، فين وقفتي دفنتي المراه، من موراها مشيتي مع هذا السيد، اش وقع لكم فاش وقعت الكسيده، هذاك الجثه راه كانت عندك تما وراه ترمات وتهرس، هذاك الصندوق فين كانت. يعني يعطينا كل شيء، قلنا لي كتب لنا كل شيء بالفرنساويه، وكان تيهضر مع هذاك الحاج. وهذاك الحاج كان لا يتقن اللغه الفرنسيه بشكل مطلق وبشكل كبير. ما تيهضرش الفرنسي، كيهضر تيقشقش، ولكن ماشي ديك بطلاقه، ما تيهضرهاش بطلاقه. هنا اشنو درنا؟ ملي كتبنا التصريح ديالو ديناه الخبير محلف ديال الترجمه، ترجمان محلف كما كيقولوا بالعاميه ديالنا، ترجمان محلف، باش هذاك التصريح ديالو اللي كتب لنا في ورقه وسنا عليه بالاسبانيه يدير لنا ليه هذاك السيد المحلف، هذاك الترجمان يدير لنا الترجمه ديال هذاك التصريح، يديروا لنا بالعربيه. ملي داروا لنا وكيدير في ديك الورقه باش ترجم، كيترجم لك كاع داكشي اللي كتب داك الصبليوني، وكيدير هذاك الخبير هذاك الترجمان المحلف كيدير الكارشي ديالو وكيسني تما، يعني واحد الوثيقه اللي موثوق بها. هذاك هذيك الترجمه اللي دار لينا هي اللي كندخلوا في دفتر التصريحات. قاش الفرنساويه ما كندخلوهاش في دفتر التصريحات. علاش؟ ولا الصبليونيه اللغه الاجنبيه، لان المحكمه كما قلت لكم كتعامل باللغه العربيه. اللغه العربيه وما كتعاملش المحكمه. شحال هذه كانوا رجال الدرك الملكي كيخدموا محاضر بالفرنسيه، كيديروا محاضر بالفرنسيه، ولكن من بعد تعدل القانون ما بقاتش المحكمه كاع المحاضر اللي كتدار خصها تدار باللغه العربيه، ما تكونش فيها اللغه الاجنبيه. هذاك الترجمه كتبناها في دفتر التصريحات بطبيعه الحال وسنلنا عليها هذاك الصبليوني، وهذاك التصريح ديالو غادي يرفق بالمسطره، وهذاك الترجمه اللي دار لينا هذاك الترجمان المحلف غيديرها لينا، غيترفق بالمسطره حتى هي، يعني باش تكون مصداقيه لذاك الشيء اللي كتب هذاك السيد. ها هو الترجمان دار ليه الترجمه، ها هي بالصبليونيه اللي باغي يقراو الصبليونيه، وراه مدون في دفتر التصريحات بطبيعه الحال باللغه العربيه. وهنا نفتح قوس، كاين بلايص الاخص عند رجال الدرك الملكي تيكونوا في بوادي وفي قرى اللي هي بعيده، ما يكونش ترجمان، ما يكونش داك الترجمان المحلف، ما يكونش عندهم. كاين دي بريغاد مراكز اللي كاينه غير في الجبل، ما كاين حتى شي حاجه، ويوقع لهم بحال هذه القضيه، ويكون حتى واحد ما كيتقن هذيك اللغه باش كيهضر مثلا هذاك الاجنبي اللي متورط في اي قضيه. هذاك التصريح ديالو كيدار، والا ما كان حتى شي واحد كتشوف في البلده شي واحد اللي كيتقن مثلا كان تيهضر مثلا بالانجليزيه، نشوفوا في البلده شكون اللي كيتقن الانجليزيه، تما تسول المقدمين شكون اللي كيهضر. الحمد لله كاين مغاربه قاريين، كاين اللي عنده الدكتوراه، كاين اللي عنده الاجازه في اللغه في جميع اللغات، يعني غادي تلقى شي واحد في ديك البلده اللي هو هذاك تجيبو كتستعن به. ملي كتستعن به كدير بان راه فلان هو اللي احنا ما كنتقنوش اللغه الانجليزيه مثلا، وراه تمت الاستعانه بفلان اللي حاصل مثلا على الدكتوراه ولا على الاجازه في اللغه مثلا الانجليزيه، الحامل لبطاقه التعريف الوطني كتحملوا المسؤوليه القانونيه، كيتحملها، كدير سميتو، كدير لاكارت ديالو تما، وهو اللي ترجم لك
واش قال لك في الترجمه، حقاش كما قلت لكم كاين مناطق اللي ما يلقاوش فيها ترجمان. هذا غير معلومه للزملاء المزاولين. المهم كملنا المسائل ديالنا، درنا فوتوكوبي الوراق، هذوك الوراق كامله درنا لها ديال الطوموبيل كلها الوضعيه ديالها قانونيه. درنا فوتوكوبي لديك الوراق اللي كتعلق بديك الجثه اللي طرمات من الصندوق ديالها، يعني كاع الدوسي كدير ليه فوتوكوبي باش يمشي مع المسطره. هنا تبقى واحد الحاجه، كتبقى الطوموبيل هذيك خارجيه، وهذه نصيحه للناس اللي كيسكنوا في الخارج. مثلا الله يستر توقع شي واحد كسيده ولا فاش كيديها ما بغاديش تصاوب الطوموبيل غتديها لاسورانس، ما ينساش واحد الوثيقه. خص الا كانوا جدارميه اللي دايرين لك المحضر ولا البوليس خص يعطيك واحد الوثيقه هي اللي باش غتخرج ديك الطوموبيل باش غتخرجها لاسورانس على برا، كتسمى اتيستاسيون داكسيدون دو سيركيلاسيون. كتعطيك واحد الشهاده كيعطيها لك قائد المركز مثلا ديال البلاصه الفلانيه، يشهد بان يومه على الساعه كدار بالفرنسيه جو سيسين كوموندون بريغاد ديالها اوفيسي دو بوليس جوديسيير، وهذه المهم سيرتيفي بان راه هاد الطوموبيل نهار فلاني راه وقعت ليها كسيده، وها الكسيده ها المحضر ديالها ها الرقم ديال المحضر، وكيدير الكاشي ديالو باش الديوانه فاش تبغي تخرجها لاسورانس تديها لبرا كتعطيهم هذيك تيعرفوا بان ديك الطوموبيل راه عندها المحضر ديالها وعندها المسائل ديالها بديك الشهاده، حتى واحد ما يقد يهضر معاك. ولكن الا ما ديتيش ديك الشهاده ديك لاتيستاسيون داكسيدون دو سيركيلاسيون ما يمكنش تخرجها، غادي توصل حتى لتما للديوانه وغادي يقولوا لك خاصك واحد سميتو وغادي ترجع حتى لديك البلاصه اللي دوك الجدارميه اللي داروا لك المحضر عاد تشد ديك الوثيقه. هذه غير التوعيه باش تكون عند الانسان، تكون عنده في دماغه ويكون عارفها لا قدر الله توقع عليه شي حاجه، لقاش الافات هذه باش يعرف اش خصو يدار. المهم من بعد اتصل بالشركه ديالو صيفطات لاسيرونس هزات لاسيرونس هذيك هزات ديك الطوموبيل وداتها بطبيعه الحال باش تديها لاسبانيا. وصوبنا لهم كما قلت لكم ديك الشهاده ديال حادثه سير بان ديك الطوموبيل راه دارت حادثه سير. المهم المسائل مقاده، كل شيء مقاد. داك النصراني قال لك واش نقدر نمشي، قلنا ليه الله يسهل عليك طريق السلامه. مشى دا طوموبيلته دا المسائل ديالو، هذيك الجثه اللي طرمات الحمد لله دارت لها مسطره اخرى جديده ودار في صندوق ودارت مسائل ومشى تدفن في بلاده. دازت واحد المده تقريبا شي 15 يوم ولا، هنا كيجيو العائله ديال هذاك السيد اللي كان ترمى من الصندوق، جا لعندنا السلام عليكم. السلام، شكون اللي دار المحضر الفلاني؟ هذاك الدري اللي السيد اللي كان ميت ترمى من الصندوق راه ولدنا. مرحبا، عظم الله اجركم بعدا في الوفاه ديالو. اش حب الخاطر؟ قال لك بغينا المحضر، بغينا الرقم ديال المحضر. اما المحضر ما كتعطيش الضابطه القضائيه، البوليس والجدارميه ممنوع باش يعطيوك المحضر. راه كاين اللي كيمشي كيغلط كيمشي عند الجدارميه ولا عند البوليس كيقول لي عطيني المحضر. الضابطه القضائيه ممنوع باش يعطيوك المحضر. الضابطه القضائيه هي الجدارميه ولا البوليس، ممنوع باش يعطيوك المحضر. المحضر الا بغيت تشدو تمشي كدير الطلب في المحكمه، هما اللي كيعطيوك النسخه ديال المحضر. اما الجدارميه والبوليس ما مخول لهمش القانون باش يعطيو النسخ ديال المحاضر. هذه غير للمعرفه وباش يعرف المشاهد الكريم. كاين اللي كيغلط شحال مرات يجي تيقول لك عطيني النسخه ديال المحضر. نسخه المحضر كما قلت لكم وكنعاود لكم ما كيعطيوهاش الجدارميه. المهم عطيتهم رقم ديال المحضر، قلت لهم راه المحضر راه مشى للمحكمه. سولني واحد قال لك الشاف راه بغينا الله يرحم الوالد ديال المحضر، علاش بغينا نطالبوا بلاسيرونس، هذاك راه ولدنا. قلت له ودي ما يمكنش لاسيرونس تخلصكم، هذاك راه ميت، راه جاي ميت، راه ما كتخلصش لاسيرونس على واحد ميت، ما يمكنش. راه هذاك راه ميت في اسبانيا وجاي وقعت حادثه
راه طرما من تهرس الصندوق ديالو، خرج من الصندوق وعاودنا ليه مسطره. اما هو شكون اللي كيتعوض؟ واحد الا مات في ديك الحادثه. اما داك السيد راه وقعت لي، قال لك علاش ما علاش؟ قلت له ودي حنا ما كنعطيوها سيرونس، ما كنعطيو حتى حاجه، غير وضحت لك، سير المحكمه هي اللي غادي تقول لك اش كاين. اما انا غا وضحت لك واحترمتك وقرتك وقلت لك هادشي، اما انا ما ندخلش معك في هادشي، نعطيك الرقم ديال المحضر والله يعاون، غير سولتيني قلتي لي وقلت لك، وحنا داكشي اللي كاين راه قلت لك، وسير للمحكمه. ومشى سول بطبيعه الحال، ورجع لعندي قال لي الشاف راه عندك الصح، راه سولت المحامي وسولت هذا، قال لك هذاك ما عندوش لاسورونس وما نحقكمش باش تطالبوا بلاسيرونس. قلت لي راه كون من حقكم باش تطالبوا بلاسيرونس كون استمعت لذوي الحقوق، العائله ديالو خصني نستدعيهم نستمع لهم. اما هذاك راه جثه رفات ديال واحد السيد مات 4 شهور وهو جالس في لامورغ في سميتو في مستودع الاموات في اسبانيا، حتى واحد الجمعيه هي اللي تكلفات صيفطاتو، وكانت تصادف لقيت فاش غيصيفطوه مع الوفاه ديال واحد الحاجه وجابوهم بجوج، وراه ميت ما يمكنش باش تعوض كلاسيرونس على واحد ميت 4 شهور. هذه وقعت ليه كسيده هنايا. هذا غير التوضيح وباش حتى المشاهد الكريم يعرف هذه المسائل. هذه كتعوض لك الشركه التامين على الاضرار اللي تسببت لك، اضرار الجسمانيه اللي تسببت لك لحقاش تحي. مثلا الانسان مات، راه كاين العائله ديالو غيطالبوا بالتعويضات، كان ما ماتش دارت ليه عاهه ولا شي جروح ولا سمي، راه كيطالب بالمسائل ديالو. اما واحد ميت ما عنده ما يشد. كنتمنى من هذا تكون استفاده، وهذه الحلقه درتها ماشي التشويق ولا التوعيه، وهذه التوعيه باش الناس اللي كيهزوا الاموات ديالهم يديهم بلاصه لبلاصه، قدر الله وقع لك بحال هذه المسائل، اش كيدار. وبطبيعه الحال هادو ارشادات عاوتاني لواحد الشريحه اخرى اللي هما الزملاء المزاولين، باش الا وقعت لي، لحقاش هذه طريفه ما عمرها ما وقعت، مع قليل فاش غادي تشوفها، وشوف في المسار المهني ديالك واش توقع ولا ما توقعش، ولكن قدرها علينا الله ووقعت عندنا وشفنا هذه الحاله اللي هي حاله طريفه وحاله غريبه. حقاش الكسيده راه معروفه الاجراءات ديالها اش كيدار، وهذه كما قلت لكم قلتها وسردتها باش حتى الزملاء يعرفوا اش كيدار في هذه المسائل هذه اش كيدار. نتمنى باش هذه المعلومات يستوعبها الانسان، وتنشكركم على الاهتمام ديالكم وعلى المتابعه ديالكم بطبيعه الحال. وكنرجع وعلى واحد التعليقات كانوا في هذا الفيديو الاخر، قالوا لي المصير ما هضرتش بالفعل، ما هضرتش على المصير ديال هذاك مول الزبره، هذيك البلاكه ديال الزبره. هنا اغتنم الفرصه اعتذر ما شرتش لهذه المساله. علاش؟ لحقاش هذاك راه ساهل اش كيديروا، راه كيمشيو كيشوفوا بلاكه كيهزوها ديال شي واحد، اما يسرقوها ليه ولا كيمشيو كيصاوبوا واحده اخرى، وهذاك السيد ما عنده حتى علاقه. وهذاك كنا استدعيناه، غنقول لكم اش درنا معاه. استدعيناه بطبيعه الحال، ما متاتلش، ما بقاش ساكن، ما كانش ساكن عندنا، كان ساكن في مدينه بعيده، واستدعيناه عن طريق الدرك الملكي ديال ديك البلده. وملي وصلته الاستدعاء ما جاش في البلاصه، كملنا المسطره وكملنا المسائل، مشى في المسطره، وهذوك الناس مشاو في حالتهم، تقدموا امام المحكمه ومشاو، عاد جا هو ودرنا له واحد المحضر ديال تتمه البحث. هذاك البلاكه راه ديال طوموبيلتك، اش كتقول في هذه المسائل هذه؟ قال لك اودي هذيك البلاكه راه واحد النهار كنت بلاصه الطوموبيل في الباركينغ نص الصباح، ما لقيتش البلايك ديالها محيدين. اشنو درتي؟ قال لك ودي ما درت حتى حاجه، راه مشيت صوبت بلايك اخرين، ديت كارت غريز عند داك السيد اللي كيطبع البلايك وعاودت بلايك اخرين، ما درت حتى حاجه. انا ما عندوش شي فعل جرمي، ما عندوش شي حاجه اللي غتعاقبوا عليها المحكمه، كان اهمال هنايا غير المواطنين. وهذه التوعيه، راه فاش تمشي لك البلاكه راه خصك دير، سرقات لك البلاكه من طوموبيلتك ولا كانت بلاصه ونطرها شي واحد وداها، راه خصك تمشي تعلم، وكيدار محضر تصريح بالسرقه ديال صفيحه ارقام التسجيل،
ديال متعلقه بالسياره كديرها. الا كنتي ساكن عند البوليس كديرها، الا كنتي ساكن عند الجدرميه كديرها عند الجدرميه باش كتحمي راسك. بحال هاد السيد لقيناه ما داير حتى حاجه، مشاو ليه البلايك، مشى صاوب بلايك اخرين عند السيد اللي كيطبع البلايك ولصقهم لطوموبيلتو وضرب الطم. وهذوك البلايك قلنا له ودي راه تلقاو في اسمي، قال لك ودي لا علاقه. درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك صيفطوا المسطره على شكل معلومات قضائيه لحقاش ما عندوش شي علاقه بهذه الجريمه، غير سرقات ليه وما دارش واحد الاجراء اداري. تيبقى اجراء اداري خصو يديرو، ما داروش. هذا كملت باش ما طردتش هذه القضيه لحقاش ما فيهاش شي فعل جرمي ولا داك الشيء باش ما قلتهاش. ولكن مادام كاين اسئله ضروري خصني نجاوب عليها. انا جاوبتكم عليها. هذا هو اللي كان المصير ديال هذاك مول الزبره. ما تقدم ما حتى حاجه، عطى الاقوال ديالو، وفي الاقوال ديالو قال لك اعترف بانني راه ما سجلتش، ما صرحتش بالسرقه ديال هذه الصفيحه ديال ارقام التسجيل، راه غتسرقوا ليا وراه مشيت صوت وحدين اخرين. هذوك الناس فاش شديناهم ما جبدوش وما عندهم، ما قالوش شي حاجه بان متورط معاهم ولا متواطئ معاهم ولا ما جبدوش وما تعرفوش. يعني هذاك السيد ما عنده حتى جرم، استمعنا ليه ومشى في حالته. نتمنى الجواب اللي كتقلبوا عليه هو هذا. نتمنى باش تاخذوا منه عبره، الا وهي مشات لك البلاكه ديالك سير ديكلاري بها، سير ديكلاري بها. لا تلقى في شي بلاصه توليو كيستدعيوك، هذه كتدي كتقول لهم انا استدعيه مشات ليا، راه سجلت واحد التصريح عند الشرطه ولا عند الدرك نهار الفلان فلاني. كدار الاتصال والتنسيق مع ديك المصلحه، تيقول لك بالفعل راه دار التصريح ديال السرقه ديال صفيحه ارقام التسجيل اللي خاصه بالسياره ديالو، النوع غولف كارت اللي كما يقولوا لها بالعاميه ديالنا الزبره. في الختام كنشكركم على الاهتمام ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، ومره اخرى كنذكركم بالاشتراك في القناه ديالكم، قناه دريس حجي، هذيك بطبيعه الحال قناتكم، ويعود لكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في التقدم ديالها الحمد لله. والعائله ديالنا كتكبر والحمد لله، فيها اناس في المستوى، اناس اللي كيفرحني يتفرجوا فيا، لحقاش كاينين ناس اللي مسؤولين، ناس عائلات محترمه كتتابعني كيتواصلوا معايا. الحمد لله كبرت حتى عائلتي، ولاو ناس ما بقيتش كان كل مره يتصل واحد يسول فيا. هذاك شرف ليا بطبيعه الحال، وافتخر بالعلاقات الجديده اللي نسجتها بفضل هذه القناه هذه. كنحييكم وكنشكركم، ومره اخرى كنشكركم على المساهمه ديالكم في التطوير ديال القناه. وفي الختام كما قلت لكم ما تنساوش البارطاج والاشتراك وتفعيل ديال الجرس ديال الاشتراك باش يوصلك اي جديد ديال القناه. وما تنساوش البارطاج مع الاحباب ديالكم، مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء، فرصه قادمه ان شاء الله.